السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض ألذ كنافة ممكن تجربوها. هنرجع كده بقى بالزمن شوية مع بعض ونفتكر الكنافة دي كانت أمهاتنا بتعملها. اسمها كنافة بورمة كده أو كنافة عش البلبل. تمام. هنعملها مع بعض بكل سهولة وإن شاء الله تطلع معاكم حلوة قوي. كتير من الناس ممكن ما تعرفش الكنافة الصوابع دي، بس هي زمان كانت بتنعمل، كانت أمهاتنا بتعملها لنا في رمضان وكده، فطعمها بيبقى حلو جدا. تعالوا نشوف عملناها ازاي مع بعض ويلا بينا. اول حاجه خالص ابتدينا نجيب نص كيلو كنافه يكون صابح ويكون بالطول ده زي ما انتم شايفين، ما يكونش متفتفته، ولازم تكون صبحه عشان تقدري ان انت تلفيها كويس. بعد كده هنبدا نجيب معلقتين زبده ومعلقتين سمنه. الزبده لازم تكون في الحلويات، بتدي طعم حلو قوي. هنا جوز الهند وزبيب. انا قلت هعمل كنافه مع بعض اقتصاديه. كنافه زمان لو تفتكروها، لما يعني اللي كانت اهالينا بيعملوها لنا وكده، بتبقى طعمها لذيذ كده وبسيط. هنا دهنت الصينية زبدة، تمام، او زبدة او سمنة اللي موجودة عندك. يفضل يعني ان احنا معظم الحلويات تكون بزبدة عشان تدي طعم حلو. بعد ما ما دهنت الصينية زبدة زي ما قلت لكم، هنبدأ بقى نلف الكنافة مع بعض. هنعمل لها زي ما قلت لكم شكل العيش البلبل ده او شكل البورمة، يعني صوابع كده، اسمها كنافة صوابع. هنا هبدأ اللي انا اجهز كده اول حاجة معايا خالص. بعوز كده زبدة عشان بحيث ان انا اقدر الفها. هنعمل في الاول كده اللي هي عش البلبل، تمام، بتلف على صبعك بالشكل ده. ليه بنعوزها زي سمنة او زبدة؟ عشان اللي هي ما تبقاش مطلعة كده كنافة، يعني تبقى متساوية بالشكل اللي شايفينه ده. هعمل كذا واحدة معاكم لحد ما تحس ان انت خلاص بدأت اللي انت الطريقة دخلت دماغك بالشكل ده كده. وهدخل اي زيادة كده في الجناب، احطها فيها كده من جوه، ده شكلها. نعمل كمان واحدة مع بعض. في ناس كتير بتحشيها فستق او مكسرات او سوداني اللي موجودة عندك. انا حبيت اعمل حاجة اقتصادية تكون موجودة في البيت. يعني مثلا هتجيبي نص كيلو كنافة وعندك شوية جوز الهند شوية زبيب، هتقضي اليوم يعني وكده، وتبقى انتي عملتي حاجة حلوة وسهلة ومش مكلفة. تاني بالشكل ده كده. اهم حاجة ان الكنافة بتاعتنا تبقى صبحة عشان تعرفي تشكليها. عايزه اقول لكم الفتافيت اللي بتقع من الكنافه دي، انا باخدها بستخدمها بقى لما اجي اعمل الجلاش بحشي بيها، بتبقى حلوه قوي. اي زيادات كده ببدا ان انا اشيلها لحد ما اسوي شكل اللفه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. لو وصلتوا بقى معايا لهنا ما تنسوش تحطوا لايك. ودي كده واحده كمان. الموضوع بسيط وسهل قوي. هنجرب كمان واحده مع بعض كده. آم، شكل البورمه بقى، او زي ما قلت لكم يعني بتلفيها كده. هنا ببدأ ان انا اعمل كمان شوية. الولاد بيحبوا جدا الحاجات اللي بيبقى شكلها مختلف، يعني هم حبوا دي، ما حبوش اللي هي الصوابع. بس الصوابع دي زي ما قلت لكم احنا كنا بنعملها زمان قوي. كنا حتى ساعات ممكن نقليها في زبدة وسمنة على النار، ما ندخلش الفرن، كانت بتبقى بجد رهيبة. هنا هنبدأ نلف بقى مع بعض، بس هنا هنحشي بقى الحشو اللي عندك. مش هينفع تحطيه من بره، لا بتحشيه من جوه. دي بقى انا بحبها جدا، جربوها كده، بيبقى لها طعم مميز على فكره، وبالذات لما بتسقيه شربات كويس كده، بيبقى يعني طريه شويه، بتدي طعم حلو قوي. انا بجمد عليها بالشكل ده عشان ما تفكش خالص. نص كيلو كنافه عمل لي مرتين على فكره، عمل لي الكميه اللي انت هتشوفوها دلوقتي، وعمل لي كمان مره تانية. انا مش ممكن اعمل الكميه كلها مره واحده، بس بستسهل كده عشان ان انا انجز كده في وقت قليل خالص، ان انا اكون عملت لهم حاجه حلوه على طول، يعني اللي هي ما تاخدش وقت بالشكل ده كده. ممكن انتي ما تحشيش حاجه، ممكن تعمليها ساده على حسب اللي انتي بتحبيه. وبعوز سمنه، ولسه احط كمان سمنه وزبده من فوق عشان تبقى طعمها حلو. هنا بس كده ببدا ان انا اسوي بيها بس. طبعا بتبقي حاطه السيرب بتاعتك الشربات، بيبقى حاطه كوبايتين سكر. دي كده شكل الكنافه بتاعتنا، وكوبايه ميه ونص ليمونه
وهبدا ان انا ايه احطهم على النار قبلها بساعه. هنا ببدا احط سمنه. انا بسيح سمنه على الزبده للحلويات، مش بعمل بزبده صافي ولا بسمنه صافي، لان الزبده غاليه جدا فمش هتلاحقي طبعا، والسمن الاصطناعي طعمه مش حلو في الحاجات دي، فبتخلطي ده من ده على ده زي ما انتم شايفين كده. هدخلها طبعا، هسخن الفرن قبلها حوالي ب5 دقايق على الاقل يعني، وتحطيه كده على درجة حرارة 200 في الاول، بعد كده بتهدي عليه 180 عشان يطلع متحمص معاكي كده، وبتبقى يعني تبقى متحمرة كويس كده. انا خلصت خلاص السمنة، ندخلها بقى الفرن. هتقعد بالظبط حوالي بالظبط ربع ساعة، مش ازيد من كده عشان ما تنحرقش معاكي. شكلها بعد ما طلعت هنبدأ نسقي بقى بالسيرب. لازم يكون بارد، ما ينفعش تكون سخنة وسخنة هتعجنها. بص كنت انا عاملاه قبلها بساعة وحطاه في التلاجة، ويكون مش خفيف قوي ولا تقيل قوي، يكون وسط. شايفين كده بالتقل ده كده. لو في يوم كده مثلا يوم خميس او يوم جمعة، تجيبي كده نص كيلو وهتعملي كمية حلوة لأسرتك. هتبقى حالة كده بسيطة، عملت لهم حلويات كده بسيطة على طول، ما خدتش اي وقت. كمان النص كيلو كنافة مش مكلف، يعني نص كيلو كنافة ب15 جنيه او ب12 جنيه. وهتعوزلك كمان شوية طلبات في البيت، يعني 50 جنيه بس، هتكوني عملتي حاجة ايه تكفي بيتك يعني. برضو العيش البلبل ده هنكون محضرين شوية سوداني، شوية جوز الهند، شوية زبيب على حسب وكده. انا هكون سقيت كل الكنافة بتاعتي السيرب. هنقلها بقى في طبق التقديم. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. عايزه اقول لكم شكلها بسيط قوي، وبرضو كل الفكره ان انا حاسه ان انا الكنافه دي باكلها زمان قوي لما كنت في بيت اهلي وكده، وكانت ماما تعمل لنا كنافه، ده شكلها زمان. اتمنى تكون عجبتكم. في حاجات كده جميله بتفكرنا بالزمن، بترجع كده بالزمن لورا لينا، فبحس ان انا ببقى مبسوطه قوي لما بشوف الحاجات اللي هي بتبقى بتاعت زمان دي. جربوها، هي مفيش فيها اي حاجه خالص، سهله وبسيطه. اتمنى تكون عجبتكم، واسيبكم في فيديو جديد. مع السلامه.